بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد الأكلة شعبية مغربية. كيف كتعرفوا كنسميوها برفيس العمياء أولا الدردة على حسب كل منطقة في المغرب، اللي كتجينا صحية ولذيذة بزاف. بلا ما نزيد نطول عليكم، بداو على بركة الله في طريقة التحضير. أول حاجة كناخدو طنجرة الضغط أولا قاملة وكنديرو فيها البصلة. بالنسبة للبصلة هنا درت 3 البصلات اللي مشلضين ودرت الزيت. هنا الا بغيتو ديروها مع اللحم ولا مع الدجاج، هنا درت 2 معالق ديال زيت الزيتون الا كانت متوفرة اولا زيت نباتي. وغادي نديرو هاد البصيلة ديالنا تشحر، غير كتبدا طيح اولا تدبال كيبدا يتغير اللون ديالها كترخى. وغادي نزيدو اللحم ديالنا، تقدروا ديروا الدجاج ولا القديد اللي متوفر. هي حتى بالقديد كيجي واحد المذاق اللي رائع ولذيذ. وكنخليوه هكا يتشحر، عرفتوا اللحم كيبغي شويه الوقت. هنا درت على نار مهيله وخليته مره كنقليه. وغادي نزيد التوابل ديالي، وهي ملعقه صغيره الملح، ربع ملعقه صغيره بزار، ملعقة صغيرة ديال الخرقوم، وملعقة كبيرة ديال التحميرة. وغادي نخليوهم يتشحروا على نار مهيلة، وغادي نخليهم يتشحروا مزيان. نخلي البصلة واللحم يتشبع بمذاق التوابل. وغادي نخليهم، بالنسبه ليا انا درت نار مهيله باش يطيب لينا داك اللحم، يولي نفتي وياخد طياب على خاطرو. مرة غادي نبدا نحرك بحال هكا كيف كتشوفوا معايا حتى صافي كيطيب لينا اولا تقريبا يطيب اللحم. صافي فاش كيطيب عاد كنزيد باقي المكونات. الا بانت لكم البصله نشفات، هي في الاول راه كتطلق الماء ديالها، ولكن فاش كتبدا تنشف غادي نزيدو تقريبا واحد ربع كاس الماء غير باش ما تلصقش لينا. بالنسبة ليا فاش كنديرها باللحم كنخليها تاخد الوقت ديالها حتى اللحم تيطيب تقريبا وكيولي فتي. ودابا عاد كنزيد البصلة اللي مشنفة هلالات. هنا درت 2 بصلات اللي كبار وقطعتهم هلالات رقيقة كيف كتشوفوا. وغادي نزيد مطيشة، هنا عندي مطيشة كبيرة اللي قطعتها مربعات اللي كتزيد تختر لينا هاد المريقة ديالنا. وكنزيد ملعقة كبيرة ديال الطماطم مركز اولا مطيشة الحك الا كانت صغيرة غديروها كاملة صافي. وبالنسبة للتوابل كنعاود نزيد نفس التوابل، بزار وسكينجبير وتحميرة. تقدروا تزيدوا الملح، انا خفت لا تجينا الملح كتيرة، كديروا القياس. وكنخلطوا الكل، كنخليهم يتقلاو، كنخلطهم باش ينسجموا مع بعضياتهم في المذاقات. بالنسبه للنار اللي دايره هنا نار متوسطه، كنبقاو نحركو هكا حتى كينسجموا لينا الطماطم مع البصل مع هاد التوابل والطماطم مركزه ولا مطيشه الحك. كنخلطوا الكل مزيان وكنزيدو زيت الزيتون. غادي تشوفوا معايا غادي نخليه على نار متوسطه حتى حتى يتقلاو لينا واحد شويه. وهنا درت تقريبا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نخليهم يتقلاو. وغادي نزيدو تقريبا كاس ديال العدس وكاس تقريبا ديال الفول اللي غادي نقيوهم من قبل ونغسلوهم ونخليهم تينشفوا من الماء، ونزيدوهم على باقي المكونات. هاد الأكلة راها شتوية بامتياز وكتجينا بنينة بالنسبة للناس اللي عمرهم ما جربوها. الا جربتوها بالطريقة راه غتعجبكم بزاف انا متأكدة. صافي غادي نخلطوا هاد المكونات بما يتشحروا لينا واحد شوية. تقريبا انا خليتهم هنا تقريبا شي 5 دقائق ما كاملاش، غير كيتشحروا لنا بما كيسخنوا هكا. وغادي غادي نديرو تقريبا واحد لتر ديال الماء اللي سخن، ماء مغلي اللي غادي نزيدوه لباقي المكونات صافي. وكنخليوه يطيب على نار متوسطة حتى كيطيبوا لنا هاد
طيب لينا هاد العديسة وهاد الفول والبصلة وهاد الشي كامل، أما اللحم راه ديجا تقريبا طاب، كنخليه في القميلة باش يزيد يجينا فتي ويجينا لذيذ. وبالنسبة للخبز اللي كنديرو هنا عندي الباريزيان أولا الكومير، كل واحد كيقولوا ليه خبز المخبزة، كيجينا زوين بزاف، كنقطعو كامل مربعات صغيرة. ولا الخبز اللي كيبقى لينا كيبات لينا نقدروا حتى هو نستعملوه. وبهذا الخبز بالضبط هو باش كتجينا لذيذه، حيت غير كتزيدي عليه ديك المريقه ودغيا كيهبط. ما صورتش لكم اللقطه. المهم ناخدو هذاك الخبز اللي قطعناه قطع صغيره وكنزيدو في القميله ديالنا وكنخليو على الاقل 2 دقائق وكنقلبوا القميله ديالنا، يعني كيجينا داك اللحم من الفوق والعديسه من الفوق والبصله. كنقادو المنيضر ديال الكسريه وهذيك الفلفله اللي كنكونوا حيدناها من قبل كنزينوا بها الكسريه ديالنا وكنرافقوها مع زيت الزيتون والهريسه ومع الشاي ولا اتاي المغربي اللي كتجينا هاد الاكله متكامله ولذيذه. نتمنى انها تعجبكم حتى نتوما والناس اللي عمرهم ما جربوها. كنتمنى يعجبكم مذاق ديالها، فرجه ممتعه. الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر في قناتكم سامية فود.